مساء الفل، وحشتوني كتير والله. عاملين ايه؟ اول حاجه عايزين نبارك لنادي الزمالك العظيم التواجد في دوري ابطال افريقيا رغم كيد نسا كابتن ممحون وهرموناته الطافحه علينا، رغم ان غصب عن المتحول الجنس الثالث جيم، ورغم قلب الرخيص برطمان والحاج عاهر العهايره والواد وسام اللي طلع غلط في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وقال عليه وضيع، والواد ده ربنا يستر عليه. انا ما كنتش حابب بالمناسبه ان القصه تروح للمنطقه دي، لان هو اصلا انت بيتك مش من ازاز، انت بيتك هش، بتحدف الناس بالطوب ازاي يا ولا؟ ربنا نجيك. الواد ده عليه سكرينات اظن انتوا شفتوها كلكم، يعني بيشتم سياده الرئيس قولا واحدا والداخليه، وانا كنت مستغرب الواد ده بيتساب ازاي وحاجات تودي في 60 داهيه، وهو راح ونادي الزمالك عمل معاه الواجب واتحبس. ورغم ان اللجاني والقطيع الحاج عاهر العهايره اللي ساب حاله وماله ومحتاله وقرر يكرس حياته بس لمحاربه نادي الزمالك. شكرا للزمالك العظيم، كما قال اخويا علي جبر هاري بوتر الميديا، انه رغم ظروف المأساويه دي قدر يوصلكم لحاله من اليأس وحاله من الاحباط وحاله من عض الانامل وحاله من الغيظ ما انزل الله بها من سلطان من قبل. جربتوا كل المراهم كينكم وحطيتوه مطهرات وقعدتوا فيها. من اين ناتي لكم بالسلفيشن؟ من اين ناتي لكم بالخلاص؟ خلصت روحكم كلكم. شكرا كابتن ممحون اللي اتبرع بتكريس وقته للضغط طول الفتره اللي فاتت وعمل نوش وصدر لجانه وخلابيصه والزغابه بتوعه لمجرد تسليط الضوء بس على ديون نادي الزمالك في الفيفا. المطالب اللي كان جمهور نادي الزمالك هيطالب بيها ويضغط عليها عملها مكاننا الكابتن ممحون. ميرسي يا فندم، شكرا على حسن تعاونكم معنا. اهتم بمشاكلنا اكتر ما بيهتم بمشاكله هو كعادته، لان الزمالك عامل له حرقان وعملها الحقيقه، والراجل لازم يديله حقه على اجمل وجه. وده كان ليه الفضل ان الزمالك ينهي كل القضايا اللي عليه لاول مره في عهد هذا المجلس البائس. وانا لما اقول مجلس بائس اقصدها عشان ما حدش يجي يقول لي يا مرتضاوي احنا فين اللي كفينا يا اخويا، سيبنا في حالنا. انا ما بطالبش بعوده مشاه مرتضى بالمناسبه، ولا امير ولا احمد، بس لا زلت اقول وما زلت وساظل ولا يوم من ايامهم على الاطلاق عشان نجيب على بعض. انا عايز دم جديد، انا عايز عصر جديد، انا عايز واحد زي نصيف سويرس ده مش تقريبا هو ده الزملكاوي؟ حد من الاخوه دول اللي هو من اغنى رجال العالم في نفس الوقت زملكاوي ومش عايز حد بتاع كوره عشان احنا زهقنا من بتوع كوره. كفايه بيدو وكفايه اللي عملوا فينا. هنتكلم في كل حاجه دلوقتي ما تقلقش. وهيفضل نادي الزمالك العظيم هو بفضل الله الشوكه اللي واقفه في السور ما بتبلعش، تعور وما تروحش رغم سوء اوضاعه، ومهما حاولت ومهما سلطتوا كلابكم هيفضل نادي الزمالك. يوم ما اخدنا سوبر القرن بعلقه كوره في استاد متقفل جمهور على مرأى ومسمع من العالم العربي اجمع تحت انظار رئيسهم الشرفي المنظم للمباراه، احنا خدنا البطوله من قلب الكنيسة ذاته بالمعنى الحرفي. من هول الصدمه وقتها سكتوا كام يوم لان ما كانش فيه سكريبت بتوزع للسيناريو ده وقتها. هو كان اعلامهم واحمد بلال وغيره ان الاهلي هيكسب سكور. هم كانوا بيحتفلوا بالبطوله قبل الماتش ما يتلعب اصلا. والله بالمناسبه الفيديو ده هينزل على الفيسبوك وهينزل على يوتيوب، اللي عايز يتفرج على اليوتيوب هيتفرج، اللي عايز يتفرج على الفيس يتفرج، اللي عايز ينقل اليوتيوب على الشاشه اوكي، اللي عايز يقلب في الفيس هو في نفس الوقت فاتح الفيديو على اليوتيوب بزرار الهوم كده هيطلع لك لوحده عادي. يعني انا من تاني قلب اخوك ابشرك قناه اليوتيوب بقى الله يرضى عليك. الماتش خلص بتاع سوبر القرن ده كل واحد استخبى في جحر لحد اما طلعوا في وقت واحد وقتها وقال لك ان البطوله هتنسحب من نادي الزمالك. ليه يا ضنايا؟ هي عليها القيود ولا حاجه لا مؤاخذه؟ هتنسحب ليه؟ قال لك اصل محمود بن تايج فاكر عمل عينه، خدنا منه عينه منشطات والعينه طلعت بوزيتيف، طلعت ايجابيه ليست نيجاتيف. لا يا راجل، وايه تاني؟ شوف يا اخي كل مره مدى الاستخفاف بعقل جمهورهم اللي بياكل تب، هم عارفين يعني لا مؤاخذه ما حصلتش ولا حاجه،
وبيريحوه، زي الدوري اللي خلصان داخل في 65 يوم وهم مفنشين ثالث وهم عارفين ان هم هيلعبوا الكونفدراليه، وفضلوا يضحكوا على جمهورهم لحد من كام يوم لما موتسيبي طلع شلحهم كلهم وهنا بريده واخدهم على قد عقلهم. مفيش فايده. مره الزمالك خد كاس السوبر بمنشطات بنتايج، كان بنتايج ده ميسي في زمان، ودلوقتي الشياط وحاله الغليان وصلت لاقصى مدى، ويقول لك انت جبت فلوسك منين يا زمالك اللي سددت بقى القضايا. اي حد يقول لك كده اسمع من اخوك، قول له انت مال امك اللي امه قال عليها مش قصدك حاجه، قول له انت مال امك، لان انا هسالك اسئله دلوقتي انت مش هتعرف ترد عليها. ومره يقول لك وصولات الميه والنور، احنا بنلعب ضد فريق ولا بنلعب عشان نسوان؟ لا مؤاخذه يعني. ومره الرعاة عايزين الاهلي في كاس لوسين، ودلوقتي فرحانين قوي ان الاهلي هيلعب مع برشلونه في كاس وان جامبر اللي بتاع كل سنه وبتفرج عليه بالمناسبه، وده ماتش ودي اللي هي تاريخهم مع برشلونه 6 و4 مش مشكله تحت صفحه مشكله بتحسب الكلام ده كله. هل انت تعلم يا سيدي الفاضل انه منصوص في العقد بتاع حمزه عبد الكريم اللي انا ما عنديش مشكله معاه وربنا يكرمه ان الاهلي هيلعب الماتش ده مع البارسا؟ في العقد مكتوب في العقد، يعني ما تشتغلناش بقى، يعني تحسس نفسك انت فريق ما بتضحكش عليك اصلا. ومره الاهلي لازم يلعب في دوري الابطال، والمفروض الاتحاد الافريقي يشكر النادي الاهلي انه عايز يلعب في دوري الابطال على راي الولا شبانه. انتوا بتضربوا كله تحت كوبري تعب الرياض، انتوا على اطراف في الطراوه. ولما اتكشفوا ظهرهم اتعرق وهنمشيها ظهرهم عشان بقى في يوتيوب دلوقتي، قال لك ايه بقى؟ احنا ما طلبناش في الاساس ان احنا نلعب دوري ابطال، ايه سيفن ايه؟ هي واضحه احيه، ام اللي طلبت يانا او امك انت اللي قال عليها انها مش غلطه حاجه الحقيقه. ومره الكوره مهويه مفسيه، هم 50 كوره كلهم مفسيين، ومره الساعه البيولوجيه، ومره الاتحاد المصري خفى الجواب والله مسخره، ومره برزنتيشن بتدي الدوري للزمالك، ومره اللي هو فاتت دي بقى دوري وفا ودوري الغمز واللمز والهمازات، عايزين اياه غمازات. كل حجه من دول كانت في بطوله مختلفه. مفيش بطوله يا مؤمن الاهلي بيخسرها مثلا لا سمح الله والعياذ بالله لان الاهلي وحش، لانه مستواه وحش، لان في ظلم وفي كفر وفي سواد في اوضه اللبس. مفيش مثلا جت على بالك، لان الكابتن ممحون حول الكوره لكيت نسا. الاهلي بيخسر بس لان مجلس اداره العالم شغال ضده هو لوحده لاسباب ميتافيزيقيه، واحشر اي كلمتين في الرغيف وهم يصدقوا. ويا بخت اللي حكايته بتتصدق قبل ما تتحكي. بيع البيعه يابا واحنا وراك عادي. وخلينا نسال بقى الاسئله المسكوت عنها، نخش عش الطبابير. انت عارف احنا لا نخشى في الله لومة لائم، خلينا نخش عش الطبابير. ولا لسه؟ بص يا بيه، هنتكلم على الزمالك وهنشبع كلام، اصبر بس. الكلام ده من رابع المستحيلات انك تسمعه في الاعلام، ومش هتسمعه. ان في نادي لازق في اتحاد الكوره بيسجل عقود، طالما انت بتقول لي بتجيب فلوسك منين؟ بقيمه غير قيمتها الحقيقيه، وباقل من 5% فقط من قيمه العقود الحقيقيه. عمرك سالت وانا اتحدى الاهلي بيوفر كام من ضرب العقود دي؟ سؤال اظن يعني سؤال مفيش فيه حاجه، ولا انتوا شايفين ايه؟ احنا اتكلمنا كتير في القصه دي قبل كده، لكن لازم اشرحها لك بالارقام عشان في استهتار وجهل كبير في الموضوع ده. وبمناسبه الحكايه كده نسيت الواد وسام، في عيل برضه معرعر عامل نفسه زملكاوي اسمه رامز. الواد ده مش مظبوط، والواد ده له مريدين ومتابعين كتير، معرفش منهم زملكاويه ولا لا، بس هو بيطلع بيشجع الزمالك على طول وبيخبط في نادي الزمالك بشكل كبير قوي وبيقلل منه بشكل جامد. ودي الاشكال بتاعت الريتش بقى، دي الاشكال اللي هي عايشه في الحرام. اسمع مني، ان شاء الله العيال دي هتبقى لها حلقه لوحدها وهتتركب كلها واحد واحد عشان نخلص. يعني في واحد اسمه دكتور كوره برضه، فيها اشكال وسخه كتير. اللاعب المحلي، ركز بقى قلب اخوك، اللاعب المحلي اثناء تسجيل عقده كصفقه جديده بتشمل القيمه الاجماليه اللي بيدفعها النادي لاتحاد الكوره عشان يأيد اللاعب ده في اتحاد الكرة ويوثقه بشكل كامل. تعرف السرقة واصلة لحد فين؟ بتبقى حاجة اسمها ضرائب وتنمية موارد وتوثيق محلي حوالي 14% من سعر اللاعب، والنسبة دي بتزيد تبقى 19% لو اللاعب ده أجنبي. وكل موسم النادي بيدفع 3% من عقد اللاعب كامل لاتحاد الكوره، وده الزمالك بيعمله، اي نادي في مصر بيعمله ما عدا الاهلي. يعني زيزو مش هقول لك 160، لو عقده 130 مليون الاهلي هيدفع ضريبه 14% وتوثيق وشؤون موارد والكلام ده، يعني 18 مليون جنيه و200 الف.
تخيل بقى اللي بيكلمونا احنا جبت الفلوس منين؟ إيه؟ وكل موسم هيدفع من عقد زيزو 3% لاتحاد الكوره، يعني 3 مليون و900 الف بالارقام اهو يا حبيبي بالارقام. طب هل ده بيحصل؟ لا. ليه؟ لان الاهلي مسجل عقد زيزو ابو 130 مليون وهو اكتر بالمناسبه، مسجله ب 5 مليون بس. نلطم احنا بقى ولا نعمل ايه بقى؟ طب هل الدوله لا تعلم بذلك؟ لا تعلم. بالتالي بدل ما كان هيدفع ارقام ضخمه ضرايب وكذا وكذا لاتحاد الكوره، بيدفع له 300,000 بس في السنه، وكل الفلوس دي فلوس الغلابه اللي هو واحد. على كده بقى وعقد تريزيجيه وامام والشناوي وشوبير، ودول اقل سيكا، والاجانب اللي هو الجراتشيار ده بتاعهم رايح سيراميكا، عقبال زيزو ان شاء الله. لما تتهرب من دفع 18 مليون جنيه لزيزو و18 مليون جنيه لتريزيجيه قبل ما يمشي، و10 لامام و10 للشناوي و10 للشحات وغيرهم وغيرهم وغيرهم، بتوصل لمئات الملايين. انت مدرك؟ انت مدرك انا بتكلم في ايه؟ الموضوع ده خطير جدا والله العظيم. والاستفاده والاستثناء الوحيد بياخدوا نادي واحد بس، وبعد ده كله انا نادي الزمالك بحته جبنه ورغيفين عيش تموين خدت منه الدوري. يبقى انا حلتها، انا عملت اعجاز ولا لا؟ انا اجيبها لك بمنتهى البساطه اهو، يا رب تفهم. تتكلم ان النادي الاهلي اكتر نادي بيدفع عقود خزعبليه، وده ليه؟ عشان النادي الاهلي بيغسل. هنخلص، هي بقى تعليم يوتيوب دلوقتي، بيغسل يا اخويا. يا ريته برافسو ده جايب برسيل ومنورها كده مشبعها كده في الشموسه قدام المكتب، الكابتن بيجي. انت متخيل ان في نادي بيتهرب من الضرايب بس بمبالغ تتخطى ال 100 مليون جنيه كل سنه، وفي ناس بتاخد لحد دلوقتي 5000 و6000 و7000. احنا بنهرج يا جدعان، والله العظيم. احنا لنا كان ان شاء الله، مش تبقى يعني دنيا واخره، ان شاء الله احنا لنا كان شك براكب كله. الاهلي بدل ما يدفع له 150 مليون بيدفع له 2 3 مليون جنيه، والاخوه اللي قاعدين يشجعوه بيبقى الباسهم مقطوع، ما يعرفش حاجه عن الكلام ده خالص. قول الاهلي ياخد البطوله في الاخر، خدها ازاي ما يعرفش. خدك ربنا يا اخويا. انت مستوعب الجاب الكبير، الفرق الكبير واصل لحد فين؟ الارقام اللي الاهلي بيتهرب منها دي ارقام 90% من الرعاه بقيه فرق الدوري. انت بتتكلم في ايه بقى؟ دي بدات نفسه ازاي؟ انت بتنافس دوله يا بيه. مع ذلك كل انديه مصر الغلابه حتى بيراميدز اهو بيسجلوا عقود حقيقيه، كله بيدفع وكله مديون لاتحاد الكوره. الاهلي وانا بقولها بملء السمع والبصر، النادي الوحيد اللي لازم وحتما ولا بد يتفتح ملفاته كلها، وهي بالمناسبه ملفات اكس فايل، هي ملفات سريه، انا عارف انها مش هتفتح يعني. ولازم البرامج تناقش التهرب بالطريق والفساد، بدل ما هم عاملين يناقشوا عمرو دياب ويفراولا العاده شاب عطيه ولولا البنات. ازاي بيتم سرقه مال عام وحقوق دوله؟ ما دي حقوق دوله يا بيه، ما دي اللي هتبني بقى مصانع ومدارس ومستشفيات وابتدي اشوف تطوير. اصل احنا مش كلنا عايشين في الساحل، احنا الحمد لله مش لاقيين ناكل، ومفيش اعلامي واحد هيجرؤ انه يقدر بس يفتح الملف ده علنا نخش على نادي الزمالك. مستعجل انت قوي على الخمر يا عم، انا بطل توجعني لما اجيب سيره الزمالك، بس هعمل ايه؟ مفيش فايده، لازم نتكلم عليه. دلوقتي احنا خدنا الدوري واللعيبه واخده راحه سلبيه، اللعيبه المحليه بقى غير اللي راحوا كاس العالم دول، دخلنا في 65 يوم. ومن كام يوم ميدو طلع خرب الشركه بتاعته الكوره، والزمالك راح منزل بيان، والقصه اللي انتوا عارفينها دي يعني، مش بحبش حكي في القديم، ان شركه الكوره احنا لسه بندرس العقود. وما انت كنت بتشتغلنا يابا، يعني انت جاي تبيع لنا الميه بحرف سقايين؟ يعني ايه تدرس العقود؟ انا عايز اعرف لما انت يا كابتن حسين جاي تقول دلوقتي وتقول ان خلي المستثمر يجي واحنا ان شاء الله اللي هتدير ايه؟ ده انت اخرك ليله مع عبد الرازق ونرتاح منك يا تدير مين؟ هو مين المستثمر العبيط؟ انت عامل اسماعيل ياسين في العتبه الخضراء اللي هيديك انت فلوس وانت تدير مين؟ تدير عشان تجيب له مشلاك وتجيب له عمر فرج. تضحك علينا عمر فرج، انتوا قلتوا ده بتاعته خلصت، نتفاجئ ان جاي لنا وقف 3 فترات بسبب عمر فرج، انتوا نزلتوه على الموقع الرسمي ان احنا القضيه خلصت. بتضحكوا علينا يعني. المهم عشان ايه؟ ما نتعصبش اكتر. الزمالك اللعيبه في ناس بتقول انها رابطه تاني، وفي ناس قالت لا ده هي هتنجن وعايز تلعب كوره، بس اللعيبه انا كنت قلت قبل كده خدت مستحقات ما خدتش حاجه، ولا عربي ولا اجنبي. والولا بيزيرا عمال يعمل التاتو بتاع الدوري على رجليه، هيعمل ايه تاني؟ ولا حواري بتاعه هيعمل ايه تاني؟ فدلوقتي مفيش مدرب لا اجنبي ولا عربي. الكابتن حسين عايز معتمد يكمل، وداخل في صدام ناري مع شون، وعايز يخلي شون يجيب الفرقه من كلها حربيه تتدرب في 100 عقبه،
عشان ايه؟ ما تعرفش. فاق مره واحده ليه؟ ما تعرفش. فالنادي ابشركم يا احبتي في الله ان الدوري اللي كمان اقل من 3 اسابيع احنا هنضيع كام بونت بقى ان شاء الله. يعني احنا هنضيع كام بونت كتير في الفتره دي، وانا حاسس ان العموته ده بتاع الاهلي ده هيبقى مدرب كويس على الاقل احسن من الترك ده، وبدليل لو كسب النصر ده 5-1 شكله مدرب كويس يعني. فاستحاله اللي حصل للاهلي السيزون اللي فات يحصل السنه دي، وانت استحاله برضو الاعجاز اللي انت عملته السنه اللي فاتت تحصل السنه دي. فدلوقتي احنا ما فيش فتره اعداد، والكل عمال مستعد بقاله فتره، اللي راح اسكندريه واللي راح العاصمه الاداريه واللي راح اسبانيا والدنيا رايقه. احنا لا في لعيبه ابدا عليا اطلاق بيحصل في فرن العيش اللي بيحصل ده، ولا في لعيبه اتدربت وكل واحد مع نفسه، وفي لعيبه في الساحل والعمليه بقى الطابونه، ولا احنا عارفين شكل الكره هتعمل ولا لا، ولا حد عارف حاجه خالص. ونشكر الكابتن حسين السيد انه كان من احد اقوى اسباب ان احنا خدنا الرخصه رسمي. برضه الراجل ياخد حق. كان هشام نصر قال شركه الكره هتعمل، هو عيان بالمناسبه ربنا يشفيه، لكن الرؤيه كده يعني لا تبشر بالخير. عشان كده انا ما بحبش اتكلم على الزمالك كتير، انت عارف اقول ايه. بس حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت عليك معلش، ما تنساش بقى تشترك في قناه اليوتيوب، هنعمل عليها لايفات وفيديوهات كتير برضه. دمتم سالمين.